تخيلوا أن القمر يبدو وكأنه مصنوع من الذهب الخالص، منظر خلاب وفريد من نوعه. إنه ليس حلماً بعيد المنال، ولكنه سيناريو يمكن التفكير فيه. ما هي الآثار الهائلة التي يمكن أن نشهدها على حياتنا إذا حدث ذلك؟ تابعوا معنا لاكتشاف المزيد وتعمقوا في هذا السيناريو الخيالي المثير. تحديداً، كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي؟ وكيف يمكن أن تصبح العملات بلا قيمة مقارنة بثروة القمر الذهبية التي ستغير كل المقاييس الاقتصادية؟ لنبدأ بتحليل تأثير هذا السيناريو الغريب على الاقتصاد، إذ ستصبح الثروات الأرضية أقل قيمة بكثير من الذهب السماوي الجديد، حيث سيتحول تركيز الاقتصاد العالمي إلى السماء بدلاً من الأرض. كيف ستستعد الدول لهذا التغيير الكبير، وما هي الاستراتيجيات الممكنة؟ تخيلوا العالم في سباق فضائي جديد، حيث الكل يريد أن يصل إلى القمر أولاً للاستفادة من ثرواته. مشهد مثير للغاية. سنرى التكنولوجيا تتطور بسرعة لا تصدق. ما هو التأثير الاجتماعي والتكنولوجي لسباق الفضاء الجديد على البشرية وتجربة استكشاف القمر الذهبية التي ستفتح آفاقاً جديدة للبشرية؟ كيف سيتحول هذا العامل إلى بديل استراتيجي يعتمد عليه الأفراد والدول في تشكيل مستقبلهم في نظام عالمي جديد؟ تخيلوا كيف ستجني بعض الشركات أرباحاً هائلة من وراء هذا السباق، وفتح الأعمال الجديدة في السنوات المقبلة بتكنولوجيا متطورة واستثمارات ضخمة. على الرغم من ذلك، هل سيؤدي ذلك إلى تفاقم الفجوة الاقتصادية ويزيد من التوترات الدولية بين القوى العظمى حول السيطرة على القمر؟ من جانب آخر، كيف سيتعامل المجتمع مع مفهوم الأفراد الذين أصبحوا أثرياء بجنون بفضل فرصال القمر الذهبية وبدون جهود تقليدية؟ وإذا تغيرت ثروات القمر فجأة، هل من الممكن أن نرى تحولات مفاجئة تجعل رحلة الفضاء أقل جذباً مما كانت؟ حتى حياتك اليومية ستتغير، حيث يمكن أن تؤدي الثروة الجديدة إلى تغييرات في نمط الحياة والتفكير الفردي حول العالم. كيف يمكن أن تتطور الفنون والثقافة الناتجة عن رؤية قمر دائماً يتلألأ بالذهب؟ الفن قد يصبح أكثر بريقاً وإلهاماً. لنتحدث عن المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن استغلال الذهب في الفضاء، وكيف يمكن للسياسة أن تلعب دوراً في ذلك. أخيراً، كيف يمكن أن يغير هذا الحدث الخيالي ولكن نقل الواقع من حياتنا اليومية، وكيف نرى الكون بطريقة جديدة تماماً؟ إن تطور الأحداث في هذا السيناريو يمكن أن يشكل العالم بحلول غير تقليدية، تكنولوجيا متقدمة، واقتصادات جديدة. لننظر في بعض التحديات البيئية التي قد تنجم عن هذا السيناريو. هل يمكن أن يتسبب تعدين القمر في ضرر لمواردنا الطبيعية أو بيئتنا الفضائية؟ مع اقترابنا من نهاية هذا السيناريو المثير، ندرك أن الطاقة البشرية والإبداع يمكن أن يدفعاننا لتحقيق الأحلام التي تبدو مستحيلة. سننهي هذا الفيديو بخيال علمي قريب من الواقع، مشهد يظهر قيمة الأحلام الجرئية وضرورة التحلي بالشجاعة والابتكار. السؤال الذي يبقى هو: إذا تحقق هذا السيناريو الخيالي، كيف ستتعامل البشرية مع التغييرات وتستغل الفرص الجديدة لصالح الجميع؟ بالتأكيد سيعيد هذا الاكتشاف كتابة الأساطير والقصص التي سنرويها لأجيال قادمة عن القمر الذهبي وتأثيره على الحضارة الإنسانية. كن جزءاً من محادثة مثيرة حول المستقبل باستخدام خيالنا المستند إلى العلم والابتكارات التي لم نعهدها من قبل. نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التطور الحضاري، حيث كل شيء ممكن وكل حلم يعيد تشكيل مسارنا في الكون. إذا كنا قادرين على تصور هذا السيناريو، فما الذي يمكن لنا أن نحققه حقاً في عالم حقيقي مليء بالإمكانيات؟ عدونا سريعاً إلى هذا الواقع، وخذوا معي لحظة للتفكير والتأمل في هذه الرحلة الخيالية الملهمة. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو المثير الذي يجمع بين العلم والخيال في سيناريو واحد. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد ألهمكم وأثار خيالكم نحو المستقبل وما يمكن أن يخبئه لنا. وفي الختام،
لا تنسوا الاشتراك معنا للحصول على المزيد من الأفكار المثيرة كل أسبوع. كانت معكم قمر الذهب وأسراره المدهشة. اتركوا لنا تعليقاتكم وأسئلتكم حول هذا الموضوع في الأسفل. إلى اللقاء في فيديو أكثر إثارة وإلهاما. دمتم مبدعين ومتفائلين بالمستقبل. شكراً لوجودكم معنا في رحلة قمر الذهب، لنستمر في التنقل بالأفكار الجريئة والمثيرة. مع كل رحلة إلى القمر نقترب أكثر من تحقيق أحلامنا التي كانت تبدو بعيدة المنال يوماً ما. حتى ذلك الحين ابقوا متحمسين للمعرفة واطلبوا المغامرة في كل لحظة تعيشونها. الكون مليء بالاحتمالات، وكل قمر يحمل قصة يمكنك أن تكون جزءاً منها يوماً ما. انطلقوا نحو القمر. اكتشاف القمر الذهبي هو مجرد البداية لتاريخ جديد نكتبه معاً بسواعد عقول ملهمة وعزيمة قوية، لنعمل سوياً على بناء غد أفضل يحمل بصمات تحديات اليوم التي يمكننا التغلب عليها بروح من التعاون والإبداع. نشكركم على المتابعة ونتطلع لرؤيتكم في الرحلة القادمة نحو النجوم. إلى لقاء قريب. ستظل أحلامنا وقودنا نحو مستقبل مشرق كما هو قمر الذهب في سماء طموحاتنا. لنتأمل في غموض القمر الذهبي وسحره الآسر الذي يحفز عقولنا على التفكير خارج الصندوق. في أمان الله، وسنبقى نتطلع معاً إلى غيرنا من النجوم والكواكب في عالم واسع وجميل. حتى المرة القادمة، ابقوا محصورين بالجاذبية مع عقولكم الطموحة في مدار الكواكب والنجوم. ما زالت أعيننا شاخصة نحو الفضاء، وكذلك أحلامنا. استمروا في الحلم أصدقائي. تذكروا دائماً، بدأ كل شيء بخيال، والآن للواقع فرصة أن يكون رائعاً أكثر من أي قصة. في نجمات الليل الساهرة نجد إلهامنا وصبرنا حتى نكون قادة المغامرة الكبرى القادمة. تقبلوا تحياتنا من قمر الذهب، وافتحوا أذرعكم للمغامرات الرائعة التي تحملها الحياة لنا. لقد كنتم معنا في رحلة استكشاف القمر، والآن هو دوركم لإكمال هذه المغامرات بإصراركم وشجاعتكم. وإلى حين اللقاء مرة جديدة تحت قمر الذهب، تظل أرواحنا لامعة وطموحاتنا لا تعرف حدوداً. مع كل ظهور للقمر الذهبي نجد فرصة جديدة لمغامرة تتحمل إمكانيات لا متناهية لأفكارنا الخلاقة. شكراً لكم على المشاركة في هذا السيناريو الخيالي الواقعي. إلى اللقاء في مغامرات جديدة وحماسية. يعيش القمر في خيالنا، ولكنه يفتح لنا أبواباً لحياة جديدة. انطلقوا نحو النجوم وحققوا كل طموحاتكم. افتحوا أعينكم على الأفق الجديد واسمحوا للخيال برسم خارطة طريقكم إلى المستقبل. كل ما نحتاجه هو خطوة جريئة وفكر متفتح وإيمان بأن القمر الذهبي يمكن أن يكون حقيقة يوماً ما.